ازاي تعرف ان انت في مسلسل لمحمد سامي لو كنت بتقلب ومره واحده دخلت في المسلسل قبل ما تشوف التترات او اي حاجه؟ متنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس والديسلايك لو في دعم. اول حاجه هتلاقي الموسيقى التصويريه اعلى بكتير جدا، اعلى بكتير خالص من صوت الممثلين، ومش عارف تسمع الممثلين نهائيا من كم الموسيقى التصويريه. تاني حاجه هتلاقي الموسيقى التصويريه شغاله طول الوقت، يعني مفيش مثلا وقفه كده استراحه تحس ان الراجل بتاع الموسيقى التصويريه عليه فلوس لمحمد سامي فبيشقيه بيها بيشغلوا بيها. انت هتشتغل بفلوسك كلها. معرفش ليه برضو لازم بطل الفيلم يكون بطل المسلسل يكون لابس بالطو اسود طويل. برضو ما تفهمش هل فعلا برضو الراجل بتاع المحل ده عليه فلوس لمحمد سامي برضو بياخد بيها بلطوات يعمل بيها المسلسلات بتاعته، ولا هو نفسه اللي فاتح بيزنس بيع بلطو اسود طويل فبيروج له في المسلسلات؟ ما تفهمش، لازم البطل يكون لابس بلطو اسود طويل. هتلاقيها في كل المعلمين دي، جعفر العمدة، سيد الناس، مش عارف مين، لازم بلطو اسود طويل وتحتيه هاي كول. برضه هو تقريبا عنده خط انتاج هاي كول برضه عايز يبيعه. حاجه غريبه جدا بصراحه. بطل المسلسل بتاعه هو الوحيد اللي بيعرف يقصف جبهات، يعني الوحيد اللي بيعرف يقصف الجبهه بتاعت الممثلين اللي قدامه ويرد عليه هو. هتلاقي حتى الحوار خيبان خيبان جدا، ما فيهوش خصف جبهه خالص، بس هو مظبط له الحوار بحيث ان هو اللي يطلع كسبان. يعني انا مش فاهم ايه الجمله بتاعت ان انت دخلت من الباب الحريمي وزي ما يكون قدامك طبق فيه تفاح ودوم ولا مشمش ودوم، وانت كلت المشمش عشان سنانك ما بتعرفش تاكل الدوم. انا فاهم اي قصف الجبهه في الموضوع ده مفيش. طب ايه الحكمه؟ مفيش. لازم برضو صح بطل مسلسلات يروح اي الحكمه. لو انت بتقلب في الريموت و على طريقة معلق زمان كان بيقول كده، اللي هو لو انت بتشرب سيجارة في البلكونة ودخلت دلوقتي، احب اقول لك النتيجة بتاعت المباراة زي ما هي قبل ما تخرج تشرب السيجارة، فهي 0-0 حتى الان. تمام. فانا بقول لك كده بقى، لو انت بتقلب بالريموت ودخلت مرة واحدة على مسلسل وعايز تعرف ده بتاع مين، من الحاجات اللي بقول لك عليها دي هتعرف انه بتاع محمد سامي. لو لقيت حاجة من الحاجات دي هتلاقي طبعا بطل المسلسل بيحب مي عمر، او لو لقيت مشهد رومانسي بتاع دخلت عليه مي عمر بتتحب، خلاص ده مسلسل لاحمد سامي، لمحمد سامي. مثلا لقيت اي مشهد تاني درامي بقى، البطل ضاع منه ابنه، ضاع منه خالته، ضاع منه عمه، فلان غايب وهو واقف قدامه ساكن قدامه طول الوقت وشايفه، واعرف ان ده مسلسل محمد سامي. آه، الاخوات في مسلسلات محمد سامي دايما كارهين بعض ومقطعين بعض وماسحين الاسفلت ببوظ بعض. مفيش عنده اخوات بيحبوا بعض خالص. آه، لما تلاقي بقى ايه ازاز كتير بيتكسر في اي خناقه، اي خناقه فيها ازاز كتير بيتكسر وبتهبط وبترزع وبتاع، وواحد بوشه وشفايفه وشلفطه دم زي يعني المشاهد العنف بتاع تارانتينو ده، اعرف ان ده محمد سامي. اي كلام او اي سؤال يتسال بيه اي حد في المسلسل مش هيرد اجابه سريعه. يعني مثلا انت عندك كام سنه، المفروض يروح ردد عندي كذا، لا هو مش هيرد بكام سنه، ويقعد يحكي له حكايه طويله جدا ويحكي له حكم واخبار وحوارات وما يقولوش برضه السؤال. زائد طبعا الفنان طارق النهري، انه لازم يجي طارق النهري يتضرب في اي مسلسل واحمد زاهر يطلع شرير، فانت كده قدام طبعا سلوى عثمان تعيط. يعني فلو لقيت خبطت في مشهد سلوى عثمان بتعيط فيه وتنوح وتلطم، وطارق النهري بيتضرب واحمد زاهر بيشر على الناس شرير او بيتضرب، ويعني اعرف ان انت وقعت في مسلسل لمحمد سامي، وقعت. اي صراع لمسلسلات محمد سامي هتلاقيه ممكن يخلص بكلمتين، يعني ممكن تروح مقعد الناس في بعض تحلها في كلمتين، لكن هو بقى ايه، بيطلع لك الابطال بتوع المسلسل كلهم اغبياء ومتخلفين لدرجه ان هم ما يشوفوش الحل البسيط ده. طب ما نقعد مع بعض نحل المشكله، لا احنا مخنا ده غبي وما بنفهمش ومش هنقعد مع بعض ونحلها لك كده وتروح، لا احنا هنزل لانفاسك 30 حلقه عشان نخلص صراع المفروض يخلص في قعده. كل الحاجات اللي فاتت دي لو انت قلبت ولقيتها اعرف انك وقعت في مسلسل اللي محمد سامي.